السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. النهارده باذن الله هعمل معاكم السمبوسه من اول يعني هشتغلها كده من الالف للياء، من اول العجينه لطريقه حشوها، ليه كمان الطريقه الصح لتسويتها اللي تخليها بقى كريسبي ومقرمشه معاكي لاخر واحده. كمان هقولك على حشوه بالرغم من بساطتها الا انها مميزه جدا جدا، تقدر تخش بيها اي عزومه وبقلب جامد. فبقى نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك فضلا طبعا. اول حاجة بقى معايا كده كوبايتين من الدقيق، معايا كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، هقلبهم كده مع بعض. هنزل عليهم كمان بمعلقتين من الزيت. طب احضر بقى كده نص كوباية مية وهنزل بيها شوية بشوية وهلم العجينة. بالنسبة بس لمقدار المية، اخدت معايا نص كوباية زائد معلقتين كبار. طبعا كمية المية زي ما اتفقنا قبل كده انها بتزيد او بتقل حسب نوع الدقيق، بس طبعا لو زادت او قلت مش هتقل كتير او مش هتزيد كتير يعني. طب هفضل بقى اعجن كده حوالي 5 دقايق، طبعا تكون عجينة طرية مش بتلزق. هدهن بقى كده وشها بالزيت وهغطيها وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. طب كده بعد ما هي هبدأ بقى اقطعها عندي لكور متساوية. طبعا بعد ما قطعت الكور مش هسيبها ترتاح، لا هشتغل فيها على طول. هبدأ بقى ان انا اجيب كده كل كرة عندي وهفردها على شكل بيضاوي. طب بعد ما خلصت بقى فرد هي الكور اللي معايا، هجيب بقى كده اول واحدة وهدهنها بالزيت، وكمان هحط شوية من النشا. هجيب بقى واحدة كمان وهدب بالزيت، وهبدأ ان انا هقلبها بالشكل ده. وبعد كده من فوق هعمل نفس الشيء، احط برضو الزيت وهحط شوية من النشا. هجيب برضو التالتة اللي عندي وهدهنها بالزيت وهقلبها بالشكل ده. من فوق بقى لا بدهن، يعني اخر واحدة كده لا بدهن، او من فوق يعني لا بدهن زيت ولا بدهن نشا. هحط بس رشة من الدقيق وهبدأ ان انا افرده. طب ليه ما بحطش الزيت؟ لان لو الزيت مع دقيق او هتيجي تفردي هيعمل عجينة على النشابة ومش هتعرفي تفردي، او لو فردتي هتبقى بصعوبة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الطبقات هي بقى بتفك معايا بسهولة، وده دليل على نجاح العجينة. يعني طبعا لما نيجي بقى نسويها يعني وكده نسويها وبعد كده نفككهم من بعضهم هيطلعوا بسهولة. طيب انا طبعا لما بفرد عايزه اعرف السمك كده معايا تمام ولا لا، فباخد كده طرف العجينه وبشوف. لو لقيت طبعا طرف او لقيت يعني الطرف يعني معايا رقيق يبقى كده خلاص تمام. لو لقيته تخين بفرد شويه. طب هسويها بقى ازاي؟ هجيب صاج عندي واحطه على عين البوتاجاز على نار تكون تحت المتوسطه، وهبدأ ان انا اقلب في العجينة كل شوية بالشكل ده، يعني اقل من دقيقة وابدأ ان انا اقلب. بعد بقى ما لقيت العجينة عندي هي يعني ايه شدت حالها شوية، بدأت ان انا اقلب بايدي. طبعا لو مش حابة تقلبي بايدي كملي تقليب بالنشابة، بس في البداية بنقلب بالنشابة لانها بتبقى عجين، فلو جيتي قلبتي بايدك هيبدأ ان العجين يتقطع معاكي. طب هنا بعد ما بلاقي بقى ان الطبقات فصلت من خلاص كده بتأكد ان العجينة خلاص استوت معايا او خدت السوى المطلوب، فببدأ ان انا ارفعها من على النار. طب بسيبها لحد ما تهدى من الحرارة بتاعتها، يعني تكون دافية،
بقطع الاطراف بالسكينة، وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها شرايط بالشكل ده. طبعا لما تيجي تفككيها بتتفك معاكي بكل سهولة. دي بقى الكمية اهي الحلوة بقى اللي طلعت معانا. دي طبعا طلعت من التلات طبقات اللي انا عملتهم والتلات طبقات التانية. طيب تعالوا بقى نحضر الحشوة الجبارة اللي بالرغم بجد من انها بسيطة جدا جدا الا انها مميزة جدا جدا. طب حطيت بقى ايه؟ جبنة فيتا، زيتون، حطيت كمان فلفل الوان. تقدري كمان لو مش حابة فلفل الوان تستبعديه وتحطي فلفل اخضر. حطيت كمان شوية من الزعتر الجاف، وكمان تقدري تحطي زعتر تبدليه بالزعتر الفريش لو حابة. طب تعالوا بقى نحشي السمبوسة او نشوف طريقة حشوها. بحط بقى الحشوة كده بس مبحطهاش على الطرف، بحطها بعيدة شوية. تمام. ببدأ بقى ان انا الفها بالشكل ده. بجيب كمان عندي معلقة من الدقيق وبحط عليها معلقتين من المية عشان اعمل زي عجينة كده اقفل بيها السوسة. هي عندي بقت بالشكل ده. تعالوا كمان نعمل بقى واحدة كده ايه من الطوال. طبعا الطويلة دي طلع معايا شوية طوال شوية قصيرين، لان انا اول واحدة فردتها معاكم يعني هما التلاتة كانوا فوق بعض، اللي فردتهم معاكم فردتهم بطول شوية. التلاتة التانيين بقى اللي انا مصورتهمش يعني، بس طبعا فردت بنفس الشكل، كانوا بعرض شوية فعملولي الشرايط صغيرة شوية. اهو بقى بحط بقى العجينة وبحط اخر بقى الطرف ده ايه من جوه. بقت بالشكل ده عندي كده خلاص. بقى الكمية عندي اهي. تعالوا بقى نشوف طريقة تسويتها والتركات اللي تخليها معاكي كريسبي ومقرمشة لآخر واحدة. لازم انزل السمبوسة على زيت يكون سخن، ولما بنزلها الزيت يعني درجة الحرارة او النار بخليها زي ما هي عالية. بدت بقى ان هي تاخد معايا لون، طبعا بقلبها. خلاص بقى بعد ما طلعتها اهو. طب لما بطلعها في مصفى وبيكونوا بعاد عن بعض، يعني ما بحطش واحدة على واحدة، لان واحدة على واحدة اللي تحت هتشرب زيت من اللي فوق. ف طبعا لما تيجي طبعا تدوقيها طبعا هتبقي متضايقة جدا من الطعم. فلازم طبعا اطلعها على مصفى ويكونوا بعاد عن بعض. طب ليه على مصفى؟ عشان تفضل كريسبي معايا. دي بقى الكمية اهو. طبعا بسيبها في المصفى لحد ما تبرد تماما، بعد كده ببدأ انقلها في طبق. طب دي بقى حركة المصفى دي اللي بتخليها كريسبي معايا، يعني بتخليها كريسبي معاكي. ده غير كده طبعا لما بنيجي نحطها على نار او في زيت سخن ونخلي النار عالية بتفضل ما بتشربش زيت معانا كتير. دول التركتين المهمين جدا عشان تطلعي سمبوسة مش شاربة زيت كتير وفي نفس الوقت مقرمشة. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا، الحشو مميزه جدا جدا، تخش بيها اي عزومه بقلب جامد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.